بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. حكمة اليوم: يقول ابن عطاء الله رحمة الله عليه مبينا كيف ينجح الإنسان إذا سلك طريقا، كيف يصل إلى نهايته، وما هي البدايات وكيف ينبغي أن تكون. يقول في الحكمة: من علامة النجح في النهايات الرجوع إلى الله تعالى في البدايات. من علامة النجح في النهايات الرجوع إلى الله تعالى في البدايات. قلت: النجح الربح والفوز بحصول الفائدة مع السلامة. النهايات ما تنتهي إليه الأشياء فلا يزاد عليه، يعني تنتهي إلى نهاية حسنة. معنى ذلك النهايات يعني المآلات، والبدايات ما يفتتح به وجود الأشياء عموما. والرجوع إلى الله تعالى يكون بثلاثة أمور: كيف يرجع الإنسان إلى الله في بداية عمله حتى ينجح في نهاية عمله؟ بثلاثة أمور. أولها التفويض إلى الله، أي التوكل على الله، ترك الأمور إلى الله، وينتج في النهايات الرضا عن الله سواء أعطى أو منع، وهو رأس الفلاح. ارضى بنتيجة عملك بعد أن بذلت جهدك، ارضى بما قسم لك، ارضى بما قدر الله عليك. الثاني القيام بأوامر الله، وينتج سلامة القلب من الندم والحسرة في الجميع، وهذا من أعظم الفوائد أن يسلم قلبك من الندم. من هنا منعنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقول لو، لأن فيها معنى الندم والتحسر ووجع القلب على ما فات، والمفروض ألا يحزن الإنسان على ما فات بمقدار ما يخطط للفوز في المستقبل. الثالث، إذن الأول التفويض إلى الله، الثاني القيام بأمر الله، الثالث التوكل على الله، وينتج توجه القلب بين يدي الله تعالى. فإن حصل عين المقصود الذي طلبته، مثال ذلك إنسان تاجر بصدق وإخلاص وتوكل على الله فحصل المقصود وهو الربح من التجارة، هذا كان زائدا على الفوائد، لأن القيام بأوامر الله والتفويض إلى الله والتوكل على الله بحد ذاته فائدة لو لم تحصل نتيجة، فإذا حصلت النتيجة كانت النتيجة أمرا زائدا على هذه الفوائد. والله أكرم من أن يقصده القاصدون ثم يخيبون. قال ابن عطاء الله رحمه الله في كتاب آخر من كتب غير الحكم اسمه التنوير في إسقاط التدبير، يقول: وما أدخلك الله فيه تولى إعانتك عليه، وما دخلت فيه بنفسك أي بحظوظك وكلك إليه. قال تعالى: وقل رب ادخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق. والمدخل الصدق أن تدخل به بالله مستعينا بالله لا بنفسك. من هنا كانت البسملة سنة في أول كل أمر، لأن فيها معنى التوكل والتفويض والاستعانة. والحمد لله رب العالمين. وهناك قبل أن أختم هناك حكمة أخرى تلحق بهذه الحكمة، يقول فيها ابن عطاء الله تقريبا شرح لهذه الحكمة: من أشرقت بدايته أشرقت نهايته. بمعنى من أشرقت بدايته بالرجوع إلى الله أشرقت نهايته بالوصول إلى الله. من أشرقت بدايته بإحكام الأصول أشرقت نهايته بالعثور على المحصول. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ما معنى حسبه؟ أي كافيه وفيه ناصره. قال النهرجوري، هذا من علماء الصوفية وهو من الأهواز، رحل إلى الحجاز وجاور بمكة، يقول: من كان شبعه بالطعام لم يزل جائعا،
من كان غناه بالمال لم يزل فقيرا، من قصد بحاجته غير الله لم يزل محروما، من استعان على أمره بغير الله لم يزل مخذولا. قال بعضهم: من ظن أنه يصل إلى الله بغير الله، أي بغير معونة من الله، انقطع. ومن استعان على عبادة الله بنفسه، أي بذاته وقوته، وكل إليها. ويشهد لذلك الحديث الصحيح، يقول الله تعالى في الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وفقنا الله تعالى للاستعانة به في كل أعمالنا، والحمد لله رب العالمين.